واخيرا غادي نشارك معكم الشنيك اللي طلبتو مني، واخا الصراحه حتى شيبتكم عاد شاركته معكم، ولكن الظروف كانت اقوى مني. حاولت ندير الجهد فوق الجهد باش نحط لكم فيديو، ولكن ما كتابش اليوم، عاد كتاب. فباش تسمحوا لي غادي نشارك معكم بجوج ديال الاشكال من عجينه وحده كيجيو روعه. راه الفيديو كيعبر على الجمال ديالو. بلا ما نزيد نشرح اكثر، عندنا كيلو ديال الدقيق، كاس ديال السكر، معلقه كبيره ديال خميره الخبز، شويه الملح، الفاني، ومعلقه صغيره ديال محسن الخبز. انا علاش استعملت هنا محسن الخبز؟ لانني كنخدم طلبيه كبيره، باش هذا المحسن الخبز كيحافظ لي على الخميره، ما كتفوتش ليا الخميره وكيهبطوا ليا دوك الشنيك. فهادشي علاش كنستعمل انا محسن الخبز، وكيزيد كينفخ لينا العجينه الى اخره. بالنسبه للناس اللي غيستعملوها غير الديور ديالهم، ما كاين لاش تستعملوه، غادي ديروا غير نص كيلو ديال الدقيق، وراكم دغيا كتزربيو عليها. كنحتاجو كاس ديال الزيت والماء، كنبدا نزيد كاس بكاس بالتدريج حتى كتجمع ليا العجينه ديالي. كيف ما قلت لكم بالنسبه للمحسن الخبز اللي غادي طيب غير الدار ديالو، ما كاين لاش تستعملوه. بالنسبه للناس اللي كتخدم كميه كبيره، الا بغيتو تستعملوه يمكن لكم تستعملوه باش يحافظ لكم على الخميره ديالكم. يعني واخا تعطل لكم العجينه، كتبقى هي ما كتفوتش فيها الخميره وكتجي ناجحه. كيف ما ديال المخابز ولا ديال المحلبات ولا المهم. صافي بعد ما كتجيب علينا العجينه غادي نقسمها على جوج، باش هاد الطريقه كتجيني ساهله. يعني كنخلي وحده ترتاح وكنخدم الثانيه. انا اليوم خدمت معكم غير الكميه ديال كيلو، على وديتكم وصافي. المهم هذا الفيديو على ودكم. العجينه الاولى، المهم كنخلي العجينه كترتاح 5 دقائق. الهضره بدات كتمشي ليا. كنخلي العجينه ديالي كترتاح 5 دقائق، كنطلقها، كنحك فيها 125 غرام ديال الزبده، وكنطويها على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا في الفيديو. كنعاود نسرحها على شكل مستطيل. المهم نسرحوها مزيان ونعاود نطويها على 4 كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. راه غادي نعاود معكم هاد المرحله هذه. كنخلي العجينه الاولى ترتاح وكندوز للعجينه الثانيه، كنطلقها بنفس الطريقه، كنحك فيها 125 غرام ديال الزبده وكنشكل على شكل مستطيل، وكنعاود نطويها على 4. كنتمنى تكونوا فهمتوا الطريقه ديال التوراق. انا كندير هذه لانني كتجيني سهله احسن من الطريقه المعتاده، حتى يسهل الله ونشري ان شاء الله الوراقه الخاصه بهذا الشيء. صافي كنرجع العجينه الاولى كنطلقها وكندير فيها لا كريم باتيسير. بالنسبه لا كريم باتيسير كيكون شويه عقد. هنا لكم الاختيار، بغيتو تخلطوه بالماء او لا بالحليب اللي بغيتو. انا كناخذ لا كريم باتيسير ديال العبار هو باش كنخدم به. صافي هنا كندير حبيبات الشوكولات، كندير الزبيب. المهم هنايا ديروا اللي بغيتو. وبالنسبه لا كريم باتيسير تقدروا ديروا حتى كريمات اللوز، كريمات الحامض، اي حاجه بغيتو. صافي كنروليو هذاك العجينه ديالنا، وكيف ما شفتوا معايا في الاخر كنحاول نضغط على ديك العجينه باش تلصق وما يتحلوش لينا في الطياب. هنا اسهل طريقه باش يجيكم الشنيك ديالكم قاد هي الخيط. ما تقطعوا لا بموس لا حتى شي حاجه. الخيط كيجيكم داكشي نقي مقاد متول، وما كتبقاش العجينه تلصق لكم لانها فيها لا كريم باتيسير. ولا جيتو قطعتوها بالموس كتبقى تلصق. صافي بعد ما قطعتهم هنا ضروري تضغطوا عليهم لان ما غيتنفخوا اكثر من القياس، غيضوب الحجم ديالهم. واخا انا راه حيت دايره فيهم انا محسن الخبز، كيزيدوا يتضاعفوا على العاديه اللي ما كيكونش فيهم محسن الخبز. هنا عندي البيض، ماشي البيض، الله يهديك سعاد. عندي بيضه كامله كنزيد لها شويه ديال الماء شويه الفاني وكندهن بها الشنيك ديالي، كنخليهم يخمروا. كندوز للشكل الثاني، كنسرح العجينه بنفس الطريقه. كندير لا كريم باتيسير، هنا غادي نحك عليها الحامض. انا هاد لا كريم باتيسير فيها غير الفاني، فغادي ندير على الحامض باش تجيب بحال راني منكها زعما، اولا دايره الكريمه ديال الحامض، اولا يمكن لكم نتوما ديروا اي كريمه بغيتو. انا كندير هاد الطريقه كتجيني ساهله. وشي مرات راه كندير كريمه الحامض على حساب الناس اولا الكليان اشنو بغاو. حتى هي غادي ندير فيها حبيبات الشوكولاط فقط، ما غاديش ندير فيها هذه الزبيب. فهاد المهم نتوما ديروا اللي بغيتو. انا كندير فيها غير حبيبات الشوكولاط. وهنا ملي كنطوي كنعبر 4 الصباع. بالنسبه للحجم ديروا نتوما اللي بغيتو. انا هذا هو الحجم المعتاد اللي كنخدم، او هذا هو الحجم المطلوب عندي. صافي كيف ما كتشوفوا معايا وراه الفيديو شارح راسو براسو. كنطوي ديك العجينه، كنحاولوا نضغطوا عليها مزيان، وكنديروا هاد واحد 2 شريطات باش كتجينا بحال البان سويس. صافي غنكمل العجينه ديالي كامله بنفس الطريقه.
وواحد الحاجة بالنسبة لهاد العجينة تقدروا توجدوا بها اللي بغيتو، شنيك، بتي بان، أي حاجة بغيتو فيها العجينة المورقة تقدروا توجدوا بها هادي، توجدوا هاد العجينة أولا هاد العجينة تقدروا توجدوا بها اللي بغيتو. صافي كندهنهم حتى هما البيض مخلط مع شوية ديال الماء، هذاك الماء هو السر باش كيجيونا هاد البان سويس اولا الشنيك ديالنا ولا بتي بان ولا الكرواسون، كيجيونا رطبين بديك المقيطات ديال الماء اللي كنزيدو للبيض، كيزيد يرطب لينا الحاجه وما كتجيناش يابسه من الفوق. هنا بعد ما طابوا شوفوا معايا كي جاو، راه كيجيو ما شاء الله. التوراق كيجي هو هذاك، ما فيهش تماره بزاف. شوفوا معايا هنا التوراق كي جا. المهم هذا هو الفيديو ديالنا، راه كيف ما قلت لكم درت جهد فوق الجهد باش نحط لكم فيديو. كنتمنى هاد المره ما نبقاش نتعطل عليكم، راه ما كنديرش بالعاني اولا ماشي ما كنبغيش نعطيكم مقادير، حيت كاينين شي بنات كيقول لك كتبنا المقادير. كنبغي نعطيكم فيديو نشرح فيه جميع التفاصيل. كنتمنى يعجبكم الفيديو. بالنسبة للطياب الفران كيكون سخون من قبل، بطبيعة الحال ديال الغاز راه معروف، الطلبيات راه كلهم كنخدموهم في الفران ديال الغاز. كيكون شاعل من الفوق ومن التحت، الفوق كنقصو حتى للأخير صافي، والتحت كيكون متوسط. كنخليهم حتى كيطيبوا على خاطرهم كيتحمروا، وفي الأخير كندهنوا بالناباج اولا بالعسل، اولا تقدر تخليهم غير هكاك. هادوك لي بان سويس راه درت ليهم شويه ديال اللوز ايفيلي من الفوق. نتوما ديروا اللي بغيتو، المهم والاساس هي الوصفه والطريقه. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، والى اللقاء فيديو جديد مع وصفات جديده باذن الله. مع السلامه.